تخيلي إن حاجة بسيطة زي هرش بالليل ممكن تكون علامة على عدوى بتنتشر في البيت كله من غير ما تحسي. لو طفلك بيصحى كتير وبيشتكي يبقى لازم تسمعي الفيديو ده للآخر. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أكتر المشاكل انتشارا عند الأطفال، وهي الدودة الدبوسية. طيب إيه هي الدودة الدبوسية؟ دي ديدان صغيرة جدا لونها أبيض، شكلها بيكون شبه الخيط، بتعيش في الأمعاء، وأخطر حاجة فيها إنها بتطلع بالليل حوالين فتحة الشرج علشان تبيض، وده اللي بيسبب الهرش الشديد خصوصا وقت النوم. طيب العدوى دي بتيجي منين؟ السبب الأساسي مش نوع أكل معين، لكن عدم غسل الإيدين كويس، ووجود ضوافر طويلة ومتوسخة، والطفل بيحط إيده في بقه، أو لمس أسطح ملوثة زي لعب أو سرير أو هدوم. طيب هي إزاي بتنتشر؟ لما الطفل يهرش بيض الدودة بيمسك في إيده تحت ضوافره، بعدها يلمس أي حاجة حواليه أو يحط إيده في بقه، وبكده العدوى بتنتقل لنفسه تاني وتنتشر لأي حد في البيت. وهنا بقى نقطة مهمة جدا، وهي الشيبسي. كتير من الأطفال بياكلوا الشيبسي بإيدهم ومن غير ما يغسلوها، والطفل يفضل يدخل إيده في الكيس ويطلعها أكتر من مرة. لو إيده بقى ملوثة فهو كده بينقل بيض الديدان مباشرة للأكل وبعدين لبقه، يعني العدوى بتدخل جسمه بسهولة جدا. وكمان الشيبسي بيقلل الشهية، فما ياكلش أكل يقوي مناعته، وده يخليه أضعف قدام العدوى. طيب إيه الأعراض اللي لازم تنتبهي ليها لو ظهرت على طفلك؟ لو ظهر عليه هرش شديد بالليل، أو نوم متقطع، أو عصبية وتوتر وقلة تركيز، أو فقدان للشهية، وساعات بيكون فيه ألم بسيط في البطن. وخلي بالك في بعض الحالات بتحصل التهابات عند البنات الصغيرين. لو شفت الأعراض دي تعملي إيه؟ أهم حاجة ما تتجاهليش، ابدأي فورا. قصي ضوافر الطفل واغسلي إيده باستمرار، وغيري الملايات يوميا واغسليها بمية سخنة. وأهم حاجة حمي الطفل يوميا خاصة الصبح عشان ننزل بيض الدودة من على جسمه. وبلاش تعالجي عشوائي، أهم خطوة فعلا إنك تستشيري الطبيب، لأن العلاج سهل جدا لكن لازم يتاخد صح. وفي حالات كتير الدكتور بيطلب علاج لكل أفراد الأسرة عشان العدوى ما ترجعش تاني. ولو عايزة تعرفي إزاي تحمي طفلك من العادات اللي بتسبب العدوى، تابعيني وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. باي.